اهلا البنات، جيتكم بروتين جديد بفيديو جديد كالعادة. نبداو بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما تعرفون نبداو الصباح بكري. هنا صباح بكري نصبت غدايا. اول حاجة كيف تعرفون نبدا دائما ندخل المطبخ هو الاول. نبدا بالغدا مباشرة، نروح ندير حوايج اخرين. هنا كنت راح ندير فلان، وكنت لقيت هاد العفسة هذه شريتها يامس ب40,000. هايلة، عجبتني صراحة، حبيت نتقاسمها معكم. شوفوا لي هذاك الشكل باهي، وزيد محكمة الإغلاق، يعني كي تغلقيها ما تتفتحش هكاك برك. صراحة مازال ما قررت واش ندير فيها. هنا حسب الصورة تاعها يعني تاع حبوب، يعني نحطو فيها لوبيا مايس ولا حمص ولا ان شاء الله اذا لقيناهم لانهم راهم مقطوعين في السوق. ان شاء الله ربي يفرج علينا. نهار يقطعوا الزيت، نهار نجيبوا الزيت يقطعوا الدقيق، نجيبوا الدقيق يقطعوا لنا الحمص واللوبيا. ما فهمناش واش كاين صراحة. ربي يفرج من عنده وخلاص في هاد البلاد. زيد هنايا بعد ما حطيت الفلان تاعي رحت عاودت الفوره تاعي باش نعاود الفوره الثانيه تاع الفيرميسيل. كما قلت لكم درت هنا دويده مفوره، كنت درتها معكم في بزاف فيديوهات. صراحه كرهنا واش نطيبوا حنا الامهات، نظلوا نخمو واش نديروا غدا عشاء، نظلوا مع لي بات، خاصه بما انهم يعني حتى اللوبيا ما كانش والعدس الحمص هاد الايامات. الله المستعان، ربي يكون في عون كل يعني رب عائله، مش سهل الحال مع هذا الغلاء. كما قلت لكم بديت روتيني بهذا روتين عفوي، تنجم تقولوا روتين خريفي متواضع جدا. يعني روتين بلا فوخ بلا زوخ، راني نتقسم معكم يعني واش ندير في داري فقط باش ما نقطعش الفيديوهات عليكم ونطول عليكم الغيبه. صراحه ما كنتش راح نصور اليوم، ومن بعد قلت لي ما لا، يعني راكو رجعتوا اهلي وناسي وحباباتي، يعني واش درت يعني نتقاسموا معاكم بلا فوخ بلا زوخ. خليت الفيرميسيل تاعي تفور الفورة الثانية، وجيت هنا جيت فايته الهول. راني نشوف هذاك البيف يرجعوه ثاني حالة. كل واحد يحط واش عنده، تجيهم سهلة البلاصة هذه. أي حاجة يحطوها لي هنا. راني نخمل، خملته بهذا الشكل، لحيت واش كاين كامل. صراحة أنا هنا راهي 7:30 على ما أظن ولا 8 كي يروحوا هما ليكول. راني نلم باش نخرج للعمل. لا كنت تعرفوا المرأة العاملة مش سهل عليها. نوض هز من حط من هز من حط من، جيت 8:30 9 لازم نخرج. لازم نبدا روتيني صباح بكري كما راكم تشاهدوا. ورجعت لقيت بعد ما نميت لقيت الفوره تاعي الثانيه فارت، نزيد نعاود باش نجمرها. وهنا كان جاني واحد السؤال، سالتني واحد الاخت فكرت في التعليقات، قالت لي بواه تمسحي المابل تاعك راهو يبرق. صراحة أنا ما نشريش بزاف البرودوي تاع المابل، لأني نستحفظ بالمابل تاعي، بالرغم من أنه راهو قديم ياسر. هذا المابل البنات راهو عنده مدة وسنين. هو عندي نمسحو غير بليزيس، شوية ايزيس وشوية ما يعني بالشيفونة، غير بشوية برك ماشي بزاف، ما نشمخهاش. وندير قطرات من ليزيس. صدقوني يخرج المابل تاعكم يبرق كما راكم تشاهدوا. هاي النتيجة قدامكم. ومن بعد هنا شفت باللي هادو ثاني كنت شريتهم يامس مع هادوك صراحة كنت ما نحبهمش انا هاد لي غارنيتور، ومن بعد كي شفتهم لقيتهم باهيين يعني في الحطان نتاعهم. كيما نقولوا عجبوني وخلاص. المهم هاي النتيجة واضحة امامكم. المهم مسحت غير وين نشوف احمد ومن بعد ما عجبونيش هذوك لي ناب، بدلتهم. عندي مده مدايرتهم، حسيتهم بلي توسخوا لازم يتغسلوا، نحيتهم درت هذو. خليوا لي رايكم في التعليقات. ومن بعد جيت هنا للصالون لانكم طلبتوا مني بزاف هاد الروتينات. جيت نخملو يعني في الظلمه كي الخفاش. ومن بعد فكرت باللي قلت خليني نفتح النافذه وموات توضر تروح ريحة الماكلة وتجي حالة ضوية. أكيد كاين فرق. كان هكا روتيني. وش نقولكم يعني قلوبنا راهم مع غزة وفلسطين. وش راح نقولكم يعني قلوبنا راهي معاهم، بالرغم من انه يعني الحياة تستمر، رحنا ناكلوا ونوضوا ونرقدوا، لكن والله صدقوني رحنا عايشين في ضغط وغبينا كما يقولوا دائما. يعني نتابعوا في الأخبار
والمشهد هذوك ولا غير يبكيونا صراحة، يعني اللي مش شافوه مؤمن ما هو مؤمن. والله في بعض الأحيان نبكي، وحتى البكا كي نشوفوا هذوك الأطفال الصغار كيف يعني. المهم قلوبنا معاك يا فلسطين، إلى يوم الدين كما يقولوا. إن شاء الله ربي يفرج عليهم وعلى بلاد المسلمين كاملين، ويفرج علينا احنا ثاني، لأنه مش سهل واحد كيشوف بعينه وما يقدرش يدير حتى حاجة، مش سهل. كان هذا هو تخمالي. نرجع لروتيننا، روتين اليوم كما قلت لكم روتين خريفي تاع امرأة عاملة، نتاع راني نظف غير وين يشوف حمد. ما تضحكوش عليا. كان هذا هو يعني كنت باش نهز الطابي ونكمل، ومن بعد قلت راح الحال كون فوت نهز الطابي واللوح ما عادش نخرج هذيك الساعه، نخرج على 11 وليت خليت هزيت غير هكا نرجع العشيه. كنت كملت ثاني التفوار تاعي تاع الفيرميسال بهذا الشكل. كنت ثاني شويه بمفور، شوفوا لي داك الشكل تاعو واش باهي. المهم ما صبرت لكم صحن التقديم لانه ما حضرتش صراحه، ما روحتش في الغداء. انا نوجد لهم الصباح الغداء، احيانا نروح نتغدى احيانا ما نتغداش انا حتى للمساء. عامله ريجيم يا محاينك. المهم خملت الدنيا كيما كنت تشاهدوا كيما قلت لكم. عندي بناتي يلعبوا بحوايجي، هنا لقيت بنتي كانت لابسه الاخر تاعي تلعب به. كي يكملوا يطيشوا ينوضوا يخرجوا، هذا ما كان. هنا راح نعطيكم واحد التدبيره البنات اللي راكم يعني تخدموا تعرفوا هذا الكارتوش تاع لامبريمونت، يجي مع هذا ليبونج. هذا ليبونج هذا تنجموا تستفادوا منه، تستعملوه في الدوش للصابون ولا في الحوش. اللي عندهم ناس بكري عندهم الحوش يعني، ولا لافابو في الحوش تقطروا فيه الصابون، يعني ما تحتاجوش الصابون تاعكم يبقى مشمخ ولا تشيحوه. خاصة اللي في الدوش تخرجوه يشيح وترجعوه. حطوا هذه الإسفنجة هي راح تمتص هذاك الماء كامل ويبقى الصابون تاعكم نقي. ورجعنا لروتيننا، روتين الخريفي، روتين العولة. هنا راح ندير شوية عولة. كما تشوفوا عندي كمية تاع الفلفل، نشوف فيه بدا يحمر، حار صراحة، حار قاطع بزاف، واحد ما قدر ياكلوه يعني كي نقليه ولا ندير مع حميس ولا يعني ياكلوه بالسيف، يعني حار بزاف بزاف. كنت راح نخبيه نكونجيليه، ومن بعد قلت لا نديرو شويه ترشي. قاسمت معكم يعني، كنت درت معكم بزاف وصفات تاع الترشي. هنا يعني اللي يحب الترشي يعني كيما نقولوا يطيب في 48 ساعه، معناها غير دير الماء والخل والملح وتحطهم فوق النار على درجة غليان حتى يوصل درجة الغليان، وتطفي عليه 5 دقائق وتفرغوا فوق هذا الفلفل. انا هنا ما كنتش راح يعني مانيش مزروبه به، راح نخبيه للشتا ان شاء الله كما قلت لكم العوله. العوله هي محينك. احنا ما كانش اللي ياكل حار بزاف، غير انا اللي ناكلو، لذلك ما درتش كميه كبيره، راكم تشاهدوا راهي كميه قليله. وانا نحب الترشي تاع الحاجه تاع الزجاج كما راكم تشاهدوا. وكنت لقيت السناريه 3 ب10,000، جبت معايا يامس درت 3 تاع سناريه، واللي بقات درتها هكذا مع الترشي تجي هايله وبنينه مع الكسكسي ان شاء الله نرفقوه، والملح والماء والثوم. هذا مكان، هذا هو يعني الفيديو راه باين، حتى اذا ما عرفتش نشرح لكم تبعوا فقط الخطوات واش درت في الفيديو. بقى نضيف في الماء بهذه الطريقه حتى يعني تتعمر البلاره تاعي. كما قلت لكم انا نحب الترشي الفلفل المرق هذوك نحبهم في حاجه الزجاج، ما على باليش علاه، نتاع البلاستيك هذوك ما يعجبونيش ياسر. وهنا شوفوا كيف راهو يبقبق يا البنات، لانه راه هذاك الفلفل يشرب في يشرب، لان كما شفتوش ريحته يعني حليته يشرب هذاك الماء وينقص. اكيد نزيد الماء كل مره كما تقولنا واش شلح ملح. شلح ملح. المهم هنا خلطت باش هذاك الملح يذوب. وهنا الملح تاعكم اذا يقرر ديروا نقصوا الكميه عليا، انا الملح تاعي راه ما يقرش عليها، درت هذيك الكميه. نتوما ديروا غير مغرف ونص 2 مغارف اذا الملح تاعكم يعني هذاك الرطب المليح. هذا ما كان. ومن بعد هذوك 3 قرون اللي بقاو وحدهم كملتهم بالسناريه كما راكم تشاهدوا. ما حبيتش يعني كنت راح نقليهم ومن بعد حار ياسر واحد ما ياكلوا. والله غير العام اللي فات نشفت شهيت الترشي البنات راح نموت عليه، حتى طلب جارتي كثر خيرها هي اللي ديباناتني.
ومن الافضل ترقدوه بالخل الابيض كما عملت انا، لانه الخل الاحمر في ساعه يطيبه كما راني قلت لكم، يعني واحد العام كي درت معكم الروتين تاع الطرشي. دمتم سالمين، الى فيديو اخر ان شاء الله.